في أول تعليق من الإعلامية رضوى الشربيني ردا على منتقدي طلاق الفنانة شيرين عبد الوهاب والفنان حسام حبيب: كفاية شتايم بقى، ارحموهم. وقبل الفيديو من فضلكم لايك واشتراك في القناة وكومنت حلو منكم، اختكم محتاجة دعمكم. علقت الإعلامية الجميلة رضوى الشربيني على طلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب، حيث رفضت رضوى الشربيني ما يتم تداوله من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع عن تبادل الشتائم والضرب بين حسام وشيرين بعد عودتهما من السعودية بعد حفل رائع السنباطي. أكدت الإعلامية رضوى الشربيني أن ما يحدث بين المطربة شيرين عبد الوهاب والفنان حسام حبيب ليس لأحد أن يتدخل فيه. وعلقت الإعلامية رضوى الشربيني: كفاية شتايم بقى، ارحموهم. تواصلنا مع المحامي الأستاذ ياسر كنتوش وهو محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب، وحملنا رسالة للجمهور: بلغوا الناس إن شيرين عبد الوهاب كويسة وبصحة كويسة ونفسية أحسن وتمام جدا، وهي لا ترغب حاليا إلا في العودة لجمهورها وحياتها الفنية، كما أنها تستعد لطرح أغاني جديدة قريبا. اختتمت الإعلامية رضوى الشربيني كلامها: أرجو من أي حد عرف معلومات عن شيرين أو يعرف معلومات عن شيرين وحسام، كفاية كده بقى، هم اتشتموا في 24 ساعة اللي فاتوا وكفاية شتائم، ارحموهم. الفنانة المطربة شيرين عبد الوهاب فنانة كبيرة وتستحق كل الاحترام،